بص يا جوهري، العيد خلص وانت لا خرجت ولا اتفسحت، مع اني بقول لك في نادي بحاله خرج من افريقيا. انت جاي في عوق بقى يا غريمي. طب بس ما تتكلمش كانك اخدت البطوله. يا حبيبي انا مش بتكلم عن اني خدت البطوله، انا بس فرحان عشان حاجه اهم، ان انا هبقى قاعد مكمل وانت قاعد في البيت بتتفرج عليا. بص مسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه ومش بعيد. ابدا بس يلا عشان افوق لك. انا كده كده جاي فايق، الركعه اللي محتاج يفوق. هنشوف. انا جوهري اهلاوي من التالتة شمال، وانا عطيه زملكاوي من التالتة يمين. ودي صفاره خناق. جوهري وعطيه مش متفقين، نختلف كوره ونحترم بعض. هنتكلم في اللي شاغل الناس، كلام قهاوي، كل واحد يقول رايه بوضوح وبدون مقاطعه. ولو اختلفنا الصفاره تهدي الملعب. يلا بينا افريقيا عشان انت فرحان. يلا بينا. 3 فرق خرجوا بسم الله ما شاء الله، انت الوحيد اللي مكمل. الزمالك رغم كل اللي فيه لسه واقف على رجله. واقف على رجله، رجل واحده. يا عم رجل واحده احسن ما يكون الاثنين مقطوعين. طب يلا بينا. انت شفت الماتشات اللي فاتت ازاي الاول؟ بيراميدز صراحه انا اتفاجئت جدا ان هو خرج، دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. الاهلي كنت شايف وقلت لك المره اللي فاتت ان انتوا هتعدوا، بس الموضوع هيبقى صعب شويه. كنا متفقين على كده فعلا افضل حالاته، ولا زلت عند رايي ده مش افضل حاله للترجي خالص، ولا ده مستوى الترجي اللي الاهلي ممكن يخاف منه او يقلق منه ويعمل له حساب. خلينا اتكلم على الاهلي باستفاضه اكتر. يعني هو خروج الاهلي من الترجي هو كارثه ان هو مش الكارثه في الخساره نفسها، الكارثه في تبعيات حاجات كتير قوي من بدايه الموسم غلط. يعني بغض النظر هي حاجه مفرحاني جدا الصراحه، بس فعلا تيم الاهلي وحش وما يستحقش حتى انه ياخد الدوري. انا ما اعرفش صراحه مين اللي هياخد الدوري، ما اقدرش اقول لك اجزم ان الزمالك هياخد الدوري، بيراميدز هياخد الدوري، الاهلي الموضوع صعب جدا و6 ماتشات نار. بس انا شايف ان الاهلي حتى ما يستحقش ياخد الدوري. ده موسم من اسوأ المواسم ليكو في تحضير للاهلي من قبليه، انه موسم يكون من افضل المواسم في تاريخ الاهلي، طلع من اسوأ المواسم في تاريخ الاهلي. اما بالنسبه للزمالك بقى، انا شايف صراحه الزمالك مكمل على نفس اللي بنتكلم عليه كل حلقه هنا للزمالك. الزمالك مكمل على نفس اللاين ده. انت مقتنع انه انجاز؟ ان الجمهور في ظهر الفرقه بطريقه رهيبه، ومش حاجه جديده على جمهور الزمالك. يعني مثلا من الحاجات اللي عجبتني جدا ان احنا في اخر اسبوع في رمضان انا عرفت ان النايتس عمل فطار جماعي لقدامى اللعيبه في الزمالك ولاعيبه من الحاليين في الزمالك، كان اسمه فطار العائله. ممكن تبان ان هي حاجه عاديه، بس حاجه ما تطلعش غير من جمهور النايتس وجماهير الزمالك. فده اللي بقول لك عليه كل مره، ان رقم 1 الجمهور، تاني حاجه معتمد جمال مكمل على نفس السياق بتاعه، تالت حاجه حماس اللعيبه. احنا لسه مكملين، وشايف ان الزمالك ان شاء الله هيروح لبعيد في الكونفدراليه، ممكن جدا البطوله تبقى قريبه، واتمنى جدا، مش عايز اتوقع بس اتمنى جدا ان احنا ناخد الدوري. ما بقاش جمهور الزمالك بيطمح دلوقتي المركز الثاني، لا انا اتمنى ان هتقفوا على السلم كده اللي فوق شافوكوا ولا تحت عرفوكوا. يا اما احسن ما قاعدين تحت السلم. طب يلا بينا على الدور الثاني، بما انك انت اتكلمت في الدوري. يلا بينا. طيب انت حته كده مع طرف المعلقه هتكمله يعني؟ انا زي ما قلت لك ما اقدرش اتوقع دلوقتي فعلا الزمالك ياخد الدوري، بيراميدز ياخد الدوري، الاهلي صعب قوي التوقع الصراحه. حتى بمستوى الاهلي المتدني ده صعب جدا. الزمالك فايق وفي حماس، برضو الموضوع مش ضامن الاستمراريه فيه. 6 ماتشات صراحه رخمين قوي. اتوقع ان الزمالك هيبقى اول او تاني، يعني اتوقعها جدا. اتمنى الزمالك ياخد الدوري جدا، وطمعان جدا في ان الزمالك ياخد الدوري. بمستوى الزمالك المتدني في الماتش اللي فات ده برضه انت هتاخده الدوري يا عم؟ انهي ماتش اللي فات اللي كان مستوى المتدني؟ ده اوتوهو اللي ساعدنا. لا ساعدنا احنا. اللي حصل بس شويه اكشن في اخر 10 دقايق، والزملكاويه كلهم متعودين على الكلام ده. انا هقول لك على حاجه، الرمق الاخير ده هو كده مش هتفرق مين بيلعب احلى ولا مين بيلعب اوحش ولا اي حاجه خالص. صح. هو اللي هياخد النقط هو اللي هيكسب. صح. واللي هياخد المباراه المباشره مع غريمه المباشر هو اللي هيكسب. مهمه جدا، انا شايفها مهمه جدا. اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز والزمالك، الثلاث ماتشات هم. بس برضه بقيه الماتشات برضه مهمه. قائمه منتخب مصر بقى، ومين اتاخد ومين ما اتاخدش زي كل مره الناس بيبقى فيه اختلافات، يقول لك ده موافقين عليه، والزملكاويه دايما يشوفوا ان هم مظلومين، الفرقه ما اتاخدش منها ناس كتير. يا عم ربنا يكرم المنتخب، باهلي بقى بزمالك بيراميدز، يعني ايه الايمان اللي نزل عليك ده؟ بص هو انا شايف ان يعني فرقه زي فرقه بيراميدز وكم النجوم اللي فيها والاداء اللي بيأدوه، خصوصا الناس اللي قدام والهجوم بتاعهم، الصراحه يعني ان واحد بس اللي ينضم من بيراميدز ده قليل جدا. بغض النظر بقى القايمه بالانسد ولا لا، في ناس جديده اول مره تنضم، ناصر منسي وهيثم حسن. بالمناسبه ناصر منسي فعلا يستحق ان هو ينضم لمنتخب مصر الفتره الاخيره، بغض النظر بقى انا مقتنع بقدراته او لا،
بس هو فعلا مجتهد الفتره الاخيره يعني. مفيش حد يعني منافس ليه على الساحه في الدوري المصري يعني معاك حق في الدوري نفسه مفيش، لا بس لا الناس كلها بتتكلم دلوقتي عن هيثم حسن وهو خليفه محمد صلاح يا ريت نكرر تجربه محمد زيدان مثلا مع حسن. الصراحه يعني نفسي، يعني اتمنى حاجه زي كده. مين ما راحش كان نفسك يروح؟ مين ما راحش كان نفسي عامة مش شرط الاهلي بس عامة يعني. كان نفسي زلاكا يروح، كان نفسي قطة يروح. الصراحة يعني نجوم حلوة، يعني زلاكا فعلا مقدم ماتشات حلوة جدا الفترة الأخيرة مع بيراميدز فعلا يعني. انا متفق معاك جدا في جزئية بيراميدز، وانا وخصوصا انا شايف مثلا بعد بطولة افريقيا اللي فاتت كان عندنا مشكلة في الحتة اللي قدام دي. كنت شايف ان لعيبه بيراميدز ممكن تحلها، يعني زلاكا وقطه فعلا كنت شايفهم ان هم يبقوا موجودين. الصراحه مستغرب وجوده الصراحه كوكا، مش عارف ليه واخد كوكا، مش قادر مش لاقي لها اي تفسير بجد والله. انت ازاي ده بجد يعني مش عارف هو كوكا بيلعب ايه ولا فين ولا بيعمل ايه عشان تاخده باك شمال يا جدع. بالظبط. والحاجه الثانيه صراحه اللي مستغرب لها ومش من دلوقتي من قبل كده، انا مش عاجبني بجد بعيدا عن فكره اهلي الزمالك، بس انا مش عاجبني ان انت يبقى عندك 2 حراس شناوي وشوبير يعني الاهلي اصلا بيعمل كده مجبر. بص انا شايف ان هو تكريما للشناوي واللي حصل الموسم اللي فات ده كله لا ما هو السنين اللي فاتت برضه لعب ما انت خدت عصام الحضري عشان تلعبه كاس عالم وهو خلاص برضه كان حارس المرمى الرابع ماشي. فاعتقد هو نفس التكريم لكن انت الاهلي دلوقتي محتاس مش عارف يحل ازمه حراسه المرمى، فقال لك هنلعب الشناوي ماتش وشوبير ماتش، وده انا مش شايف له اي تفسير. لا هو مش محتاس، لا هو مش محتاج، هو الاهلي راسي ان هو يدي ده ماتش وده ماتش عشان الموضوع ده، عشان يخلي الشناوي في الصوره، عشان يعرف يروح منتخب مصر، عشان يتم تكريم. شايف ان انت الشناوي حارس مصر الاول ولا توقفه خطوه؟ انت شايف حارس مرمى تاني كان ينفع يروح؟ مين رابع ممكن يروح؟ يعني مين احسن من الاربعه اللي راحوا؟ انا شايف مثلا ساعتهم افريقيا عواد كان ياخد عواد بس احسن منهم. عواد مين ياخد شناوي وياخد عواد؟ هو عواد بيلعب اصلا؟ بقول لك ساعه افريقيا مش دلوقتي. خلينا نتكلم دلوقتي مين الرابع بتاعهم ينفع يروح؟ يعني هو كان خد بسام، هو ده بسام يعني، بس ما شاء الله عامل اخطاء اكبر كارثيات ما بتحصلش اصلا يا جدعان. هو انتوا واكبر كارثياته بتبقى قدام الزمالك والاهلي، ما تعرفش بيعمل ايه. مفيش حاجه اسمها خد 2 حراس من تيم واحد انا شايف لو هم افضل يروحوا احسن. عامه انا مش بقول لك ان دي حاجه كارثه، بس انا شايفها حاجه مش لوجيك ومش لاقي لها تفسير. طب يلا بينا على 30 ثانيه. يلا بينا. جاهز. هتجاوب من غير ما تفكر؟ هجاوب من غير ما افكر. مين رئيس الزمالك دلوقتي، ممدوح عباس ولا حسين لبيب؟ لا بص، هو كليشيه الاعلام على طول بيحبه والميديا بتحبه طول ما مرتضى منصور مش موجود في الصوره، فطلع لي ممدوح عباس من الدرج، لكن لا من رئيس بس هو مش بيدير دلوقتي يعني؟ مش بيدير، بيلعب. الزمالك مظلوم تحكيميا ولا دي شماعه؟ لا حتى لو في الاوقات بنستخدمها شماعه او الميديا بتاعتنا بتستخدمها شماعه، بس ايه ده انت متفق؟ ماشي. لا مش متفق، بقول لك ان في بتحصل اوقات زي وده بيحصل عند الاهلي برضه، بس معظم الاوقات بنتظلم تحكيميا. لو هتختار لاعب واحد بس من الاهلي من التيم الحالي يلعب معاكم في الزمالك هيكون مين؟ مش عايز. لو هتعمل فريق مشترك من الاهلي والزمالك دلوقتي نسبه كام لكام من كل فرقه؟ هعمل تيم يعني من 11 لاعب. لو قلنا ان انت مدير منتخب مصر نسبه كام لكام؟ هعمل مثلا 90% زمالك و10% اهلي عشان يبقوا دخلوا معانا كده. في المطلق الاهلي اجمد ولا الزمالك؟ على مر التاريخ الزمالك. على مر التاريخ الزمالك. ماشي، نيجي الدور لاسئلتي. اتفضل. اول سؤال، ايه اسوأ صفقه للاهلي في اخر 5 سنين؟ انت ينفع تقول اخر 5 صفقات فاشله في اخر سنه؟ طيب السؤال الثاني، مين اخر لعيب في الاهلي تقدر تقول عليه اسطوره بجد؟ مفيش اسطوره جت بعد ابو تريكه لسه. طيب السؤال الثالث، الاهلي ظلم حسام عاشور ولا هو واخد حجم اكبر من حجمه؟ حسام عاشور هو اللي افتكر ان هو ممكن يحط ايد الاهلي تحت ضرس حد، فهو اللي ظلم نفسه. حكم. طيب السؤال الرابع، رايك اوضه اللبس بتاعت الاهلي فيها مشاكل ولا لا؟ اي اوضه لبس في اي نادي فيها مشاكل، هي بس بتتبروز بالميديا. يعني فيها مشاكل؟ لو الزمالك خسر الماتش الجاي يبقى عندكم مشاكل، لو الاهلي خسر الماتش الجاي يبقى عندنا مشاكل. طيب اخر سؤال، لو امام عاشور قبل ما يمشي من الاهلي شتم الاهلي تاني او بعد ما مشي، هتزعل ولا هتقول عادي كنت متوقع؟ بص هو ما توقعش ده هيحصل، بس لو حصل يعني الباب يفوت الجمل. تمام كده خلصنا فقره الاسئله السريعه. تمام، بس عندنا مقارنه هتوجع شويه. هقول لك اسمين واللي هتفضلوا فيهم هو اللي هيكمل معانا. يلا دورك. يلا بينا. هنتكلم على لعيبه نص الملعب تاريخيا في الاهلي. حسام عاشور واليو ديانج. حسام عاشور. عاشور ولا السولية؟ حسام عاشور. حسام عاشور ولا مروان عطية؟
حسام عاشور. حسام عاشور ولا حسام غالي؟ حسام غالي. حسام غالي. طيب غالي ولا شوقي؟ حسام غالي ده بالنسبه لي افضل نص ملعب انا شفته وانا بتفرج على كوره. يعني ما كملش الباقيين؟ لا كمل بقى. طيب ماشي. غالي ولا شوقي؟ غالي. طيب غالي ولا احمد فتحي؟ غالي. غالي ولا حمدي فتحي؟ حسام غالي. خلاص يبقى انت كده بالنسبه لك حسام غالي احسن نص ملعب عدى على تاريخ الاهلي. دي حقيقه. ماشي دورك. طارق حامد ولا دونجا؟ دونجا. تقصد دونجا اللي لسه ماشي ولا دونجا التاني بتاع الاسماعيلي؟ مش هيفرق، اختار اللي انت عايزه. طيب ماشي مش هيفرق. انا بالنسبه لي طارق حامد احسن من الاثنين. طارق حامد احسن من الاثنين. طارق حامد ولا حسن مصطفى؟ حسن مصطفى. لا طارق حامد. طارق حامد ولا معروف يوسف؟ معروف يوسف طبعا انت عارف انا جايب لك معروف يوسف ليه. انا بحبه جدا 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 يعني، بس انا اختار طارق حامد. طارق حامد ولا فرجاني ساسي؟ اوف. لا فرجاني ساسي. فرجاني ساسي ولا ابراهيم صلاح؟ ابراهيم صلاح برضه من اللعيبه اللي انا بحبها جدا، عدت على الصناعه بالزمالك، بس فرجاني احسن. فرجاني ساسي ولا امام عاشور لما كان عندكم؟ لما كان عندكم فرجاني ساسي احسن طبعا. فرجاني ساسي ولا دونجا الثاني بقى؟ لا فرجاني ساسي. فرجاني ساسي برضه بالظبط. ماشي. يعني انت كده بالنسبه لك فرجاني ساسي احسن نص ملعب انت عصرته، او نحب نفتكر فرجاني ساسي والحمله الكبيره الدعائيه اللي كانت بتتلم عشان يقعد معاكم ما قعدش، فاللي بيسيبكم انتوا بتعظموا قوي. لا يقعد معانا وما قعدش ليه؟ مش يعني لما ناخد فلوس وما عادي عملناها كتير. ده انتوا بعتوا له غوايش يا راجل. النهارده حلقتنا انضم لها سبونسر جديد، شركه ترايسكوب. وده مش اي اسم، دي شركه مقاولات كبيره، مقاولات وتوريدات عامه، وليها سابقه اعمال كبيره جدا في مجال الانشاءات والمصانع. دول كمان بيميزهم ان هم شغالين في اعمال العزل، ويعتبروا رقم 1 في مصر في اعمال العزل والايبوكسي. لو بتدور على شركه ليها اسم كبير واسمها معروف في التنفيذ والتوريدات، وليها سابقه اعمال محترمه في المشاريع الكبيره وفي المصانع، يبقى هي ترايسكوب. مبسوطين جدا ان هم معانا، وان شاء الله يكون تعاون مشترك كويس. تفاصيل التواصل معاهم هتلاقوها في الديسكريبشن، لينكات الصفحات بتاعتهم عشان لو عايزين تتواصلوا معاهم او تتفرجوا على الشغل بتاعهم. ترايسكوب اسم يعني الخبره. جوهري احنا نسينا السبونسر بتاعنا ولا ايه؟ مش عايزين ننسى السبونسر بتاعنا بريليانت ريل استيت، استثمارك العقاري في ايدي امين. تمام كده وصلنا الفقره اللي فيها زنقه كتير وبزنقك المره دي. يلا بينا. يلا بينا. يلا. انت عمال بتقول على شيكابالا اسطوره من اول ما بدانا. مش انا اللي بقول هو اسطوره. هو اسطوره فعلا. هو مش اسطوره بالنسبه لي. هو اسطوره بالنسبه لكم. طب شتمكم كتير، شتمناش وبصق عليكم كتير، ومضى للاهلي كتير، واحنا رجعنا له الورق عشان بس نشفق عليكم. هو في اسطوره بيعمل كل الكلام ده؟ خليني بس اتكلم في حاجه، ان اي لعيب كوره ان كان شيكابالا كان محمد صلاح، اي لعيب كوره حتى لو هو الجماهير شايفاه اسطوره فهو اسطوره كلاعب كوره مش اكتر من كده. انا مش عايزه دكتور، مش عايزه مهندس، مش عايزه حد شيخ جامعه، هو لعيب كوره. انا ما احبش ان احنا نديله قدر اكبر من قدره، هو في الاول والاخر لعيب كوره. ما جاوبتش على سؤالي. في اسطوره بتروح تمضي للاهلي، ما انا هقول لك تشتم جمهورها وتتف عليه. ما انا هقول لك اهو، مضى للاهلي هو مضى للاهلي. خد بالك انت بتتكلم مثلا على كلنا عارفين عقليه شيكابالا وعارفين هو بيفكر ازاي. شيكابالا مضى للاهلي. عايز تقول لي حاجه غلط ولا صح؟ ممكن عندي ليها مباريات كتير، زي مثلا ان هو كان عيل صغير، فعلا كان عيل صغير يعني مش كلام، لا هو كان عيل صغير مفيش تفكير وبتاع، رجع والكلام اتقال ومحدش من الاهلي طلع. ما تقولش كده على امام عاشور ليه؟ على مين؟ لما عمل الغلطه بتاعته. انا ما غلطتش فيه، انا غلطت فيك انت. طب ما هو غلط فيك ده وصل عليه. لا. وراح مضى للمنافس. مين اللي غلط فيه؟ وراح مضى للمنافس. مين؟ شيكابالا. شيكابالا ما غلطش فيا. غلط فيك. ده تف عليك. ده متصوره فيديو، ده انا هنعرضها على الشاشه. اعرضها على الشاشه. بس كل الموقف اللي افتكره شيكابالا لما الجماهير في 2009 الفرقه بتاعت الزمالك كانت فعلا فرقه فظيعه. طب خلينا نقول للناس والجمهور يجاوبوا علينا في الكومنتات، هو اسطوره ولا مش اسطوره؟ وفي اسطوره تعمل كده في ناديها ولا لا؟ ماشي مستنيين الناس. قولوا لنا رايكم في الكومنتات، مين كان رايه اقرب للمنطق. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. واستنونا الحلقه اللي جايه. سلام.